السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى يلقاكم الفيديو في تمام الصحة والعافية. ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم واحد العصير اللي لقى استحسان في القناة ديالتي، وجربوه العديد من الناس ونجح معهم. عصير اللي اقتصادي جدا بليمونة حامضة وبتفاحة. الصراحة كيستحق انكم تجربوه، يعني اللي مازال ما جربوش فراه ضيع عليه عصير اللي خطير جدا. كيجي منعش ولذيذ ما تشبعوش منه، فين تبان شي مناضح حداه، كيجي اقتصادي وشي حاجه ديال الدار اللي عارفين اشنو فيها. فما تنساونيش الا كنتو جداد اشتركوا عندي، مرحبا بكم. وندوزو على بركه الله الطريقه اللي كتلعب دور كبير في نجاح هذا العصير. كملوا الفيديو حتى الاخير، ما تقولوش كاينه غير تفاحه وليمونه حامضه وتخرجوا من الفيديو، فتبعوا طريقه باش تستافدوا اكثر. عندي تفاحه كيف ما كتشوفوا، تفاحه من الاحسن تكون تفاحه صفراء، وعندي ليمونه حامضه، وعندي سنيده على حسب الذوق، وعندي ساشي ديال فاني. غادي ناخذ هذيك الحامضه من بعد ما غسلتها بطبيعه الحال، كنغسلوها مزيان هي وديك التفاحه. كنحك ليها غير ديك القشره الصفراء الفوقانيه، ما كنوصلوش لديك البيضه. صافي كندوزو عليها كامله حتى كنحكوها كامله. وهذا هو سر الانتعاش ديال هذا العصير هذا. هاد القشور هادو ديال هاد الليمونه اولا هاد الحامضه اللي غادي نديرو مع سنيده، صراحه كتعطينا واحد الانتعاشه لهذا العصير. الا ما جربتوش راه ضيعتو عليكم واحد العصير اللي زوين بزاف. فالا ما جربتوش دابا فاحتفظوا بالوصفه الشهر الفضيل غادي ينفعكم اكيد. غادي نضيفوا هذاك الكاس ديال السنيده، انتم السنيده على حسب الذوق. يعني جاوني تعليق بزاف بان السنيده كثيره، فراه كتجي حلاوه هي هذيك مع الحامض كيبغي السكر. ديروا نتوما قياسكم في السكر. صافي كنضيف ديك السنيده وكنضيف ديك الساشي ديال سكر فاني. فبعض التعاليق اللي جاوني على هذا العصير هذا اللي تقريبا حطيته شي عامين هادي، ولقى يعني اكبر مشاهده عندي في القناه. فجاوني على سكر فاني، قالوا لي درتي الخميره في العصير. فهذه راه ماشي خميره، سكر منسم بالفاني، يعني ماشي خميره، غير هي النسمه ديال الفاني كتجي مواتيه معاه. وانتم الا ما بغيتوش يعني ديروه ما ديروش. كيف ما شفتوا كنحاول هذيك السنيده نلبسها مزيان مع داك القشور ديال الحامض وديك الفاني، وكنخليه جانبا. غادي ندوزو لهاد الحامضه، غادي نقشروها مزيان بهاد الطريقه هذه، نحيدو ليها القشور وهذاك الخيوط اللي كيكونوا بيضين. وغادي نحاول كذلك نقيها من العظيمات اللي ضروري، راه كلشي كيعرف ينقي الحامض. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش اخواني اخواتي من اللايك ديالكم، وبارطاجيو الفيديو باش تعم فائده على الجميع، وكثروا ليا اللايكات للفيديو، ما خاسرين والو. فكنجيب لكم دائما اقتراحات وصفات سهله وفي المتناول، وكنلبي لكم الطلبات يعني ديالكم. يعني اغلبيه التعاليق عندي بغيتوا وصفات ساهلين وفي المتناول مع هذا الغلاء اللي كنشوفوا دابا. فانا كنجيب لكم اقتراحات هكا اللي ساهلين وتقدروا توجدوهم في البيت. وانتم بدوركم ما تنساونيش غير من داك اللايك باش اليوتيوب يقترح لينا الفيديو، كذلك يطلعوا لكم هكا الوصفات القادمه، يبقاو تقترحوا لكم هكا في اليوتيوب. صافي مني قطعت هذيك الحامضه ونقيتها مزيان من هذوك العظيمات اولا داك العلف اللي كيكون فيها، غادي نضيفها لهذاك الخليط ديال السنيده وديال قشور الحامض. بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا طريقه سهله. غادي نخلطهم كذلك مع بعضياتهم، وغادي ندوز باش نقطع هذيك التفاحه. من الاحسن الا كان تفاح صفر من الافضل. يعني جاوني تعليق بزاف واش يمكن لكم ديروا التفاح الاحمر، فيمكن، ولكن كيتبدل اللون ديالو ماشي بحال التفاح الصفر، كيبقى محافظ على داك اللوين اللي شفتوه في اول فيديو. يعني كيبقى داك اللوين ديالو بحال شي مشروب غازي. وانا هنا خليتها بالقشره، هذيك القشره كذلك كتساعدنا باش تعطينا داك اللوين الصفر اللي في العصير. صافي وغادي نطحن كل شيء. من الاحسن يكون ماء بارد باش كيجي داك العصير منعش، اولا كطحنوه وكديروه في الثلاجه، يعني لكم الاختيار. وهنا الماء كتقدروا نتوما تحكموا فيه. مثلا انا هنا تحصلت على يطرو ديال العصير،
بغيتو هكا يكون يعني مركز، ما يكونش هكا خفيف بزاف وما يكونش عاوتاني ثقيل بزاف. غادي نعاود نشلل هذاك البول، ما نخلي فيه حتى شي حاجه، كتبقى ديك السريده هكا لاصقه فيه، فشلوه وكطحنوا بشويه د الماء في الاول حتى كطحنوه مزيان مزيان. يعني انا في المجموع تحصلت على اطرو ديال العصير. يعني في بلاصه ما تشريو اطرو ديال مشروب غازي، فهذا عصير طبيعي وكيجي منعش. صافي كنحاول نطحنوه مزيان مزيان، من بعد راني غادي نصفيه باش كنتخلص من دوك الشوائب اللي فيه، وكيجيني عصير بحال مشروب، بحال المشروبات الغازيه، او افضل منها بكثير. يعني غير في داك القوام ديالها كيجي بحالها. صافي غادي نصفيه، غادي نضيف الماء لهداك الكاس ديال العصير باش كنحيد منه داكشي اللي تبقى ليا، كما كنقولوا لا للضياع. وراه ما كيبقاش بزاف، يعني كان واخا كنصفيه ما كيبقاش يعني بزاف ديال الشوائب، لانني طحنته مزيان مزيان. بهذا الشكل هذا. والمزيد من الوصفات اللي اقتصاديين وسهلين كذلك في التحضير، فزوروا قناتي مطبخ ام ياقوت. اللي يعني باقي جديد واول مره كيشوف القناه، فديروا دويره في القناه. انا متاكده غادي تلقاو وصفات اللي سهلين وفي المتناول. ولا كنتو ما مشتركينش فاشتركوا الى عجبكم المحتوى بطبيعه الحال. كنقول لكم من دار داركم، ومرحبا كذلك بالناس القدام. القناه قناتكم وبكم انا ما كايناش. كنشكركم دائما على حسن التتبع ديالكم وعلى الدعم اللي كتدعموني، كنشكركم بزاف بزاف. وهذا هو العصير، هذا هو القوام ديالو. كنتمنى يعجبكم وتجربوه وتسجلوا الوصفه عندكم. ولا بغيتوا المزيد من العصائر فخليوها ليا في التعاليق. هذا هو الشكل ديالو. الصراحه راه العصير شكل راسو، يعني ما نحتاجش يعني نشكرو اكثر من هكا، حتى تجربوه وعطوني الراي ديالكم فيه. ونتمنى يعجبكم الفيديو. وصلنا النهايه ديالو، وكنضرب لكم موعد الوصفه قادمه بحول الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.